غسل الملابس وقص شعري وتقليم الأظافر ممنوع يوم الثلاثاء، لذا قد تجد في البوسنة صالونات تأخذ إجازتها بدلا من يوم الأحد يوم الثلاثاء، وهناك من يضيف يوم الخميس فيحرر كل ما هو مذكور سابقا في هذا اليوم أيضا. وإياك أن تقلم أظافرك في الليل. في كثير من الثقافات تجد أشباحا التي تقتل الناس، أما في البوسنة فعليك أن تحمي نفسك من طمحة، وهي مثل شبه لا تراه ويصيبك ثم يشوه وجهك. وكل تعرف شخصا قريبه أصيب ببرمحة القاتلة، لكن قليل من يعرفه بنفسه. البرمحة عبارة عن الهواء الجاري مثل الريح كما يحدث في النفق أو حين تفتح النوافذ والباب في نفس الوقت. في البوسنة تسمع الناس يقولون: لا تقف على عتبة الباب، لا تخرج من البيت في أول المغرب، لا تتزوج بين العيدين، وأيضا نقول: لا تعمل ولا تتكلم وقت الأذان. ويمكنك أن تتصور سعادة الطلاب حين يسمعون الأذان وقت امتحان الشفوي في الصف. وأيضا لا يجوز لك أن تصب القهوة لضيفك قبل أن يشربها، ولا يجوز للأطفال شراب القهوة، فلذلك نقول لهم ألا يشربوها وإلا سينمو لهم ديل.